من تجيب ناس عندها البلد مثل بيتها، بالتالي دائما تشتغل في سبيل تبني البيت بأفضل صورة. راح تكون هاي النتيجة، وأكيد لازم أكو عقول تشتغل حتى يطلع بهاي الصورة الحلوة. كل هذا الجمال اللي جاي يشوفوه من الأشجار والقعدات الحلوة والبحيرة، كل هذا اسمه البحيرة الاصطناعية. هذا واحد من المنتزهات الموجودة بشمال إيران. الفكرة العادية من المنتزهات هي أماكن للترفيه بالنسبة لأغلب السكان المنطقة، لكن بإيران الفكرة مختلفة. أغلب هاي المنتزهات تستهدف السواح، بالتالي الإيرادات راح تكون بأرقام خرافية. يعني يا حبيبي على الشعب الإيراني يطلع بلاش، أما على السواح لازم تدفع إلا تدخل. حتى البحيرة اللي شوفك بالك بها مزارع تربية الأسماك، تاخذ زغرق ب50 تومان للنفر واحد، تظل تفتر بالمي ساعتين. شوف الناس شلون عايشة، خلونا نتعلم من هاي التجارب. لك ما تقولوا ايش بيكون. بالنهاية من كثر التعب وانت عشار بالنص. ما عندهم الأربعة وعندهم أم الثنين، تاخذها وتفتر بيها.